السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رسميا رجال الاهلي للكرة الطائرة ابطال لكأس مصر للمرة ال 22 في التاريخ بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مجموع الاشواط. والسنة دي الاهلي حصد الرباعية، دوري وكاس السوبر المصري ودوري ابطال افريقيا، ده غير انه هيشارك في كاس العالم للانديه في ديسمبر الجاي ان شاء الله في الهند. يعني انا مش عارف اقول ليه للجمهور ده. الجمهور ده يعني مصمم، يعني سبحان الله القدر مصمم ان هو يكون حزين في نفس الليله اللي بيفوز فيها الزمالك على دريمز الغاني في عقر داره وبثلاث اهداف وفرحه ما بعدها فرحه في كره القدم والصعود لنهائي الكونفدراليه والدنيا تمام. برضه الجمهور لازم يتعكنن. لازم هو الجمهور ده كده مخلوق عشان يتعكنن ويعني مخلوق عشان يزعل. فهو قدرك كده، قدرك انك بتشجع الزمالك فلازم تزعل يعني. سبحان الله العظيم. في نفس الليلة الزمالك بيخسر من النادي الاهلي في الطايرة رجال وبيخسر كاس مصر. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك. وانا والله يعني والف مبروك لنادي الزمالك في الصعود للنهائي برضه. و وانا والله مشفق على جماهير نادي الزمالك، ونادي الزمالك ما بيلحقش يفرح يا عيني، يا دوب بيخرج من هنا يعني سبحان الله. فانا مستغرب النهارده. طب انت فزت في كرة القدم، كملها بقى وفرح الناس وفرح جمهورك. لكن طبعا لازم يكون في حاجة ناقصة عند نادي الزمالك. عند نادي الزمالك ما ينفعش يكملوها بفرحة زايدة يعني او فرحة كاملة. وكنت عايز النهارده اتكلم عن مصطفى شلبي. لكل الناس اللي كانت بتهاجم محمد عبد المنعم، انا النهارده بكلمك عن مصطفى شلبي واللي عمله. وزي ما انت شايف طبعا في الصورة اللي انا عارضها، مصطفى شلبي اللي عمله النهارده في ماتش دريمز الغاني حاجة قمة السوء. واحنا ما نتمناش ان احنا نشوف الحاجات دي في ملاعبنا ولا اي ملاعب تانية في افريقيا. انا علقت على النقطة دي بس علشان كل الناس وجمهور نادي الزمالك بالذات اللي اتكلم على محمد عبد المنعم، واللي هو اصلا ما يعرفش محمد عبد المنعم مصاب او مش مصاب. محمد عبد المنعم فعلا كان مصاب، غير اللي عمله مصطفى شلبي خالص. طبعا انا مش بقول لجمهور نادي الزمالك انت يعني مصطفى شلبي العاق عندكم واحنا عندنا محمد عبد المنعم ما بيغلطش، لا طبعا مش كده خالص. ولكن لازم تعرفوا ان ما فيش ليله واحده وحصل اللي حصل او ليلتين وحصل نفس الحركه واسوأ بكتير من اللي عملها محمد عبد المنعم.